بعدما تنازل اللاعب عن مستحقاته المتأخرة لديهم ووصلوا مع النادي الأهلي لحلول ودية خلال الساعات الماضية. نادي الخلود السعودي يعلن بشكل رسمي عودة أليو ديانج للأهلي بعد انتهاء إعارته ليصبح اللاعب متاح للمشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية. الأهلي يكشف بشكل رسمي عن البدلة الرسمية التي سيرتديها لاعبي الفريق غدا أثناء سفر الفريق إلى كأس العالم للأندية. الأهلي يتجاهل كل محاولات نادي الزمالك لإطالة الموسم ل 12 يونيو الجاري ونهاية مباريات كأس الرابطة لكي يحرم النادي من قيد زيزو في قائمة الفريق قبل 10 يونيو الجاري لكي يحرم اللاعب من المشاركة في كأس العالم للأندية وتحديدا دور المجموعات، وذلك في ظل تأكده من موقفه القانوني وتأكده أيضا من مسؤول اتحاد الكرة ولجنة شؤون اللاعبين وكذلك رابطة الأندية ومحامي الدولي من انتهاء الموسم فعليا يوم 5 يونيو بنهاية مباريات الكاس، وأنه لا يحق للرابطة أو الاتحاد مد الموسم معتمدا على كأس الرابطة، خصوصا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد لجميع الاتحادات الرياضية بالعالم أجمع انتهاء الموسم بانتهاء منافسات الدوري والكاس فقط وليس أي بطولات أخرى. الكابتن محمود الخطيب يقرر تأجيل سفره إلى أمريكا مع الفريق بناء على نصيحة طبية بعد تعرضه لحالة دوار وتعب شديد في النادي اليوم، وخالد مرتجي يترأس بعثة الفريق بدلا منه غدا على أن يلحق رئيس النادي بالبعثة لاحقا. قناة النادي الأهلي تعلن ظهور خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد مع أحمد شوبير الليلة للحديث عن استعدادات الفريق للمونديال. المركز الأعلى لتنظيم الإعلام يقرر مد بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل عقب نهائي كأس مصر بسبب احتمالية اللجوء لوقت إضافي وركلات ترجيح، والموافقة على طلب الشركة المتحدة للرياضة بالسماح لشبكة قنوات اون سبورت صاحبة الحقوق الحصرية لمعسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية ببث برنامج تلفزيوني لتغطية تدريبات الأهلي اليومية من 12:10 من منتصف الليل حتى الساعة 2 صباحا من الخميس 5 يونيو وحتى اليوم 13 من الشهر نفسه. ستيفن أوستاكيو لاعب وسط بورتو البرتغالي منافس الأهلي بكأس العالم للأندية يؤكد للصحافة في بلاده أن الأهلي هو المنافس الأكثر تحديا وتعقيدا بالنسبة لهم في دور المجموعات من البطولة، خصوصا أنهم لا يعرفونه جيدا ويتم وصفه من الجميع لهم بأنه فريق قوي جدا ويحب لاعبي الركض بالكرة ودائما ما يحقق نتائج مفاجئة في البطولات الكبيرة. توقعات كبيرة في أمريكا بخروج إنتر ميامي مبكرا من كأس العالم للأندية وعدم قدرة الفريق على الصعود من دور المجموعات بسبب نقاط الضعف التي ظهرت بشكل واضح في الفريق بالدوري الأمريكي وبطولة الكونكاكاف مؤخرا، وتوقعات بأن يقدم لوس أنجلوس الأمريكي مشوار أفضل من إنتر ميامي في البطولة. الصادق كحبيش المحلل التونسي الكبير يؤكد أن فرص الأهلي في الصعود للدور الثاني من كأس العالم للأندية أسهل نسبيا من الترجي التونسي، خصوصا أن الفرق المتواجدة معه بالمجموعة أسهل مقارنة بالفرق المتواجدة بمجموعة الترجي مثل فلامينجو وتشيلسي ولوس أنجلوس الأمريكي. ويؤكد أن محمد علي بن رمضان سيشكل ثنائية قوية في وسط ملعب الأهلي مع إمام عاشور الذي يقدم موسم استثنائي. ويؤكد أيضا أنه لو رغب الأهلي في التعاقد مع أي لاعب من الترجي لابد أن تقوم إدارة الترجي ببيعه فورا لهم حتى لا يتكرر سيناريو بن رمضان ويضم الأهلي دون أي استفادة مادية للنادي، وأنه لا يرى أي مشكلة في ذلك، خصوصا أن تشيلسي يبيع للريال والسيتي كذلك وكل الأندية الأوروبية المتنافسة، ولا يقولون بأنهم بذلك يدعمون الأندية المنافسة. إمام عاشور ومروان عطية ثنائي الأهلي والشيبي وأحمد سامي ثنائي بيراميدز يزينون التشكيل المثالي لدوري أبطال أفريقيا، وغياب مفاجئ لإبراهيم عادل وفيستون مايلي وأحمد الشناوي رغم تقديمهم مستويات مميزة مع بيراميدز الفترة الأخيرة. نادي الزمالك يعقد جلسة جديدة مع محمد السيد لاعبه الشاب عقب نهائي كاس مصر على أمل إقناعه بالتجديد لإغلاق الباب أمام انتقاله للأهلي تماما الفترة القادمة. قناة النادي الأهلي تنتقد بشكل كبير استقرار رابطة الأندية على استمرار طه عزت على رأس لجنة المسابقات في الموسم المقبل بعد أزمة مباراة القمة الذي كان من أهم أسبابها، وتدليسه الواضح الذي أظهره لنادي الزمالك في العقوبات الذي كان يرفض تطبيقها على جماهيره طوال الموسم الماضي، ومحاولاته في الفترة الأخيرة منح بيراميدز سلاح لمحاربة الأهلي في أزمة القمة بتصريحات مثيرة للجدل، والذي يفسر اللوائح حسب المزاج والأهواء وعلى حسب انتمائه. الكاف يستقر على انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا في منتصف شهر سبتمبر القادم، وعدم إقامة أي مباريات في دور المجموعات أو الكونفدرالية في شهر ديسمبر المقبل وحتى 18 يناير بسبب مشاركات المنتخبات العربية في البطولة العربية التي ستقام في قطر وإقامة بطولة أفريقيا في تلك الفترة أيضا. ميدو يحاول التظاهر بدور البطل أمام جماهير الزمالك ويؤكد في أحد برامج البودكاست أنه أقسم بالله بأنه لن يمنح زيزو فرصة ارتداء قميص الزمالك مجددا حينما تأكد من استخراج اللاعب تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلي.
وأنه صاحب قرار إبعاد اللاعب عن المباريات الفترة الماضية، ولا يشغل باله بمن يقول أن هذا القرار كان السبب في خروج الفريق من الكونفدرالية، لأنه متأكد أن الوضع كان سيكون أكثر سوء لو تواجد اللاعب. الأهلي يؤجل حسم موقف رضا سليم لما بعد كأس العالم للأندية بسبب تعنت اللاعب وتحفظه على الانتقال لنادي زد أو سيراميكا معارا. دودو الجباس لاعب بيراميدز الذي لم يرى الملعب طوال الفترة الماضية ولا مقاعد البدلاء حتى نظرا لتواضع مستواه والمعروف بأنه مازال لاعب كرة قدم بسبب علاقته المميزة بممدوح عيد، فقط يؤكد أن إبراهيم عادل لاعب بيراميدز هو أفضل لاعب في مصر ولا يقارن بإمام عاشور أو زيزو أو أي لاعب آخر، ويؤكد أنه بالنسبة لهم بيراميدز هو بطل الدوري هذا الموسم، وحتى إذا لم يكن كذلك فالجميع يعرف أن بيراميدز لم يخسر الدوري في الملعب بل خسره خارج الملعب. اليوم السابع يؤكد أن نادي الاتحاد السكندري يدرس فسخ عقد محمود متولي بعد موسم واحد فقط في ظل كثرة الإصابات التي تداهم اللاعب. خالد الغندور ينتقد عدم تواجد أحمد سامي مدافع بيراميدز في المنتخب الوطني، ويؤكد لحسام حسن أنه لن يكون مقبول عدم تواجده الفترة القادمة، خصوصا بعدما أصبح واحد من أهم المدافعين في القارة وليس مصر فقط، وتسجيله هدف فوز بيراميدز بنهائي أفريقيا. ونفس الأمر لمهند لاشين الذي يعد واحد من أهم لاعبي الوسط في مصر حاليا، وأثبت أنه أفضل من مروان عطية ونبيل عماد دونجا. ويؤكد خلال برنامجه الإذاعي أنه علم بمعلومة مؤخرا بأن فيستون مايلي لا يرغب في البقاء في بيراميدز بعدما تلقى عروض خيالية من الدوري السعودي ب4 أضعاف راتبه الحالي، وطلب الرحيل من النادي بعد نهائي الكاس. سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي: أخطر شيء على نادي الزمالك حاليا هو نادي بيراميدز الذي أصبح الأبيض وجماهيره يشجعوه في كل المناسبات. نادي الزمالك لم يفرط أبدا في المركز الثاني لمدة 3 سنوات طوال تاريخه، لكن في آخر 3 مواسم بيراميدز هو الذي احتل المركز الثاني. أنا بتكلم عن خطورة حقيقية قادمة، ولو الناس في الزمالك لم يشعروا بها الآن ستكون مشكلة كبيرة. بيراميدز نجح في تحقيق معادلة صعبة فنيا وإداريا، وبدأ يأخذ خطوات ثابتة. عندما تفرق عن نادي كبير بحجم وقيمة وشعبية نادي الزمالك بهذا الكم من النقاط فهذه كارثة. نادي الزمالك من الممكن أن يضم لاعبين ويدعم صفوفه في الموسم المقبل بقوة، لكن بيراميدز وضع أساس كبير سيبني عليه مستقبلا. والفرق بينه وبين نادي الإسماعيلي في الماضي أن الدراويش لم يكن لديهم الاستقرار المالي، لذلك لم يستمروا في المنافسة. علاقة الزمالك وبيراميدز جيدة، وهذا ليس مزعج للأهلي على الإطلاق، لأن بيراميدز ليس خطر على القلعة الحمراء، لكنه منافس قوي جدا ولا بد أن نعترف بذلك. لكنه لم يخرج الأهلي من دور الأبطال ولم يحصد اللقب منه، بل الأهلي خرج على يد صن داونز. وبيراميدز تواجده مفيد فنيا للأهلي، ويجعل الأهلي دائما في حالة تركيز، ويجعله يضع عينه وسط راسه، لذلك تواجده مفيد وليس مضر للأهلي بعكس الزمالك. بالنسبة لأزمة زيزو فاللاعب سيشارك مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن المستحيل أن يجامل الفيفا الأهلي في قيد لاعب إذا كان هناك مخالفة بهذا الشأن. ولو موقف اللاعب ليس قانوني بنسبة 100%، لا أعتقد أن الأهلي سيخاطر. عقد زيزو ينتهي بنهاية الموسم، عقد اللاعب لا ينص على انتهائه في موعد محدد. وأولا وأخيرا هو لاعب ورحل عن نادي الزمالك، سواء انضم للأهلي أو أي نادي آخر فالموضوع منتهي، ويجب أن نركز في القادم.